الحوض، انا عندي منطقتين في الحوض لازم ارتاح من تعبهم خلاص عشان اعرف افتح حوض. وتر الركبه ووتر وتر الحوض. وتر الركبه انا شغال عليه دلوقتي، رجلي مفروض سبعات وثمانيات، واحاول انزل رجلي 11 واحاول ان انا انزلها. دي تمارين الاوتار اللي هي خلف الركبه، ان شاء الله هزود لكم عليها كمان باذن الله. مش هنروح للحوض خالص الا لما نخلص تمارين الاوتار اللي خلف الركبه. احاول ان انا اقعد على الارض، اسد رجلي على قد ما اقدر، تمام. ما اخليش دي تتنى برضه، لان دي لو اتنت هيبقى انا شغال غلط، تمام. امسك مشط رجليا، احاول ان انا امسكه، في بعض الناس مش هتعرف تمسكه، تمام. بحاول بقدر الامكان ان انا اشد جسمي لتحت ويحصل لي وجع هنا خلف الركبه، وفي نفس الوقت رجليا تكون مفروده بقدر الامكان. هعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، تمام. افتح رجليا شويه واحاول ان انا امسك رجليا من جوه واحاول اضغط عليها على قد ما اقدر، ورجليا برضه مفروده، واشد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، تمام. احاول رجليا اليمين على رجلي اليمين عشان العب رجل ورجل، احاول ان انا امسكها واشد 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8، تمام. احاول ان انا اضم رجلي اليمين كده بالوضع اللي انتوا شايفينه دوت. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، رجلي اليمين 1 2 3 4 يريح معايا. انا بضغط عليه وبريحه بحيث انه ما يحصلش فيه التهاب، وفي نفس الوقت يتمدد او يحصل له اطاله، تمام. تاني حاجه بعملها بضم رجليا، دي حركه اسمها فراشه، تمام. حركه الفراشه بحاول ان انا بقدر الامكان بضم رجليا بحيث انهم يبقوا لازقين في جسمي من جوه، واحاول بقدر الامكان ان انا انزل رجليا لتحت على قد ما اقدر، بضغط بيها جامد، تمام. في البدايه لسه